مشكلتي بتتلخص في إني منفصلة من حوالي 9 سنين تقريبا، وعايشة مع أهلي. وهما المشكلة فيهم إن هما قاسيين معايا جدا ومع ابني. مش عارفة ليه. أنا فعلا مش مرتاحة في القعدة معاهم خالص، بس مقدميش حل تاني. أبويا هو صاحب القرار الأول والأخير، وهو بطبعه أصلا متسلط جدا وبيتلكك لأي حاجة. اتقدم لي كذا حد وهو بيرفض، رغم إن أنا بشتغل وبصرف على نفسي وعلى ابني. مش محتاجة حد ومش محتاجة حاجة، وأبوه كده كده ما بيسألش فيه، فأنا اللي قايمة بكله. حتى مصاريف أكل ابني وأكلي في بيت أبويا أنا اللي بجيبها وأنا اللي بدفعها. ولما أبويا طلب مني إن أنا أشارك في فواتير الكهرباء والمية والغاز، قلت وماله، وشاركت. وقلت برضو عشان ابني يعيش متعزز. هو دخله على قده صحيح، بس هو يعني مش قده قوي. هو عنده محل تمليك وعامله مطعم، والبيت تمليك 3 أدوار مأجر منه شقتين، والباقي قاعدين فيه. وفي حاجات سايبها لإخواتي وليا. فجيت عرضت عليه، قلت له يا بابا ما نبيع الفرق ده كله ونتلم كلنا في شقة ونعرف نعيش وهو المحل موجود. فرفض، فانا احترمت رفضه ده. بعد كده لقيته بيقول لي انا مش عايزك تنزلي المحل وما تقعديش في المطعم، انا بعرف ادوره انا وامك. خدي ابنك واتكلي على الله. عايزه تطلعي فوق، عايزه مش عايزه اشوفك هيك حته اقعدي فيها. فاستغربت جدا من الكلام، قلت له انت كده يعني بتطردني؟ طب هروح فين؟ انا لا عندي الا اقدر افتح بيه بيت، ولا اجيب بيه شقه، ولا حتى ايجار. طب ليه كل ده؟ انا مستحمله كل ده وما قلتش لا وما قلتش حاجه، وقلت ده نصيبي وديني عايشه فيه. وطليقي لا بيسأل فيا ولا بيسأل في ابنه، ومصاريف ما بيدفعش قرش. انا ما عنديش مشكله، بس انا قلت انا مستحمله كل ده. المفروض مين السند ليا غير ابويا وامي؟ طب ليه يتصرفوا معايا كده؟ ليه يعملوا لي مشكله في حياتي؟ هي حياتي ناقصه؟ انا بقيت مش عارفه اعمل ايه، انا بنهار. وابني شايف كل ده وابتدت نفسيته تتعب. وبطبطب عليه واقول له معلش حبيبي، وبسيبه والله في فرق الوقت ينزل يساعد جده في المطعم، ويقف ويعمل له المشاوير ويقضي له كل حاجه. قلت وماله، هو بيتعلم وبيقف مع جده يساعده. لكن ما تبقاش هي دي اخرتها نطرد. انا مش عارفه اعمل ايه، انا صعبان عليا منه جدا، ومفيش في نفس الوقت حاجه تاني اعملها. انا مش مشكله عندي ان انا عايزه اتجوز وخلاص ابقى زوجه تانية وخلصت. انا عايزه حد يعوضني عن اللي انا عشته، عن اللي انا شفته. مش هقبل باي جوازه وخلاص. اهي مجرد ان انا اسيب بيت ابويا، ما هو كده تعب وكده تعب، كده عيشه صعبه وكده عيشه صعبه. بس في الاخر انا برضو ببقى مش عارفه اتصرف ازاي واعمل ايه، وهوصل للحل ازاي. انا متجوزه من حوالي 5 سنين، وعندي مشكله قويه جدا مع جوزي. بس عشان اقول لكم الحق وابقى حقانيه من اول الكلام، يمكن انا السبب فيها من الاول لاني اتنازلت ورضيت. انا جوزي كل يوم من بعد الظهر لغايه الفجر بيسهر مع اصحابه على القهوه، ويجيني وش الصبح. وساعات بيبقى شارب حاجات مش تمام، وواخد حاجات برضو مش تمام. واذا ما سهرش معاهم هما، يروح طول النهار وطول الليل بقى عند اهله. وهم ساكنين في البيت اللي في الوش، فعلى طول عندهم، اذا كان عند اخته ولا عند اخوه ولا حتى عند امه في نفس البيت. فانا بقيت مش عارفه اعمل ايه، واقول له يهديك يرضيك، طب شوف ابنك، شوف البيت، طب اصرف على البيت. ما بقاش بيصرف لا على البيت ولا قاعد ولا بياكل معانا. انا ببقى عامله اكل وشرب، ويقول لي انا رايح اكل عند امي، انا مش طايقه اقعد اكل معاكي. طب ليه؟ اقعد حتى مع ابنك، شوفه، اتكلم معاه. ما انت اخوك واختك هم مهننين عيالهم، وكل واحد في بيته قافل عليه بابه. اشمعنى انت؟ اشمعنى بيتي؟ والاقي على طول سلفتي تقول ما انت هنعمل لك ايه، ما انت خاربه بيتك، ولسه اصبري، ده احنا اللي هنخربهولك اكتر واكتر. طب وليه الاذيه دي؟ وهو على طول سامع كلامهم، وعلى طول قاعد عندهم. طيب تعالى شوف ابنك عيان، ولا كانه موجود. وساعات ابعت له البواب لانه ما بيرضاش يرد على موبايلات، واقول له طيب تعالى شوف، نلف بيه على المستشفى نشوف ماله، ولا هو هنا. وفي الاخر الاقي ذهبي وكل ورقنا وورق جوازنا عند حماتي، بيقول لي لا انا هناك مستأمنهم اكتر. مستأمنهم اكتر؟ طب ليه؟ انت شفت مني ايه؟ طب دي حاجتي. ابدا. واقول له طيب هات نصرف على الولد، لا مفيش لما يبقى معايا. طب اشحن النت عشان الولد والالعاب والموبايل، لا خلي الولد يجي عند جدته. طب ليه كل ده؟ ما كل الولاد في بيوتهم ومع اهاليهم ومع امهاتهم، اشمعنى انت سايب ابنك؟ طب وايه الحل؟ واساله ايه الحل، يقول لي معرفش، اهو ده اللي عندي.
يا إما ضرب وإهانة ويقولي ملكيش عندي كلام وملكيش عندي أي طلبات. طب إيه الوضع مع واحد زي ده؟ أنا مش عارفة.